السلام عليكم. تعالوا معانا نعمل السمك الفيليه. جميل جدا ما شاء الله، شكله تحفة وجميل يفتح النفس، وحاجة كده حلوة في البيت، أحلى من المحل، شغل المحلات طبعا وأوفر. وعملنا جنبيه رز صيادية بالجزر والفلفل وسلطة طماطم. شايفة ما شاء الله السمك الفيليه منظره جميل جدا. تعالي معانا كده نشوف الفيديو عملناه ازاي، يلا بينا. هنا جبت السمك انا نقعاه في دقيق وليمون، بس هزود معاكم الايه كميات الليمون والدقيق تاني عشان تعرفوا انا حطيت فيه ايه. هنا عصرش عليه طبعا بعد ما غسلته مرتين تلاتة. بعد كده عصرش عليه ليمون وحطيت دقيق وحطيت معلقه خل. انا هزود معاكم الخل تاني. هنا اهو انا بحطش معلقتين بالظبط لان ده رز خلي مركز جدا، عشان كده ما بحطش كميه كتير، معلقتين اتنين بس. وهقلب السمك كده في الخليط دوت مع الدقيق اهو، اقلبه تقليبه كده. انا ما بحبش البس جوانتات، بحب بس اعمل الحاجه كلها بايدي. هقلبه تقليبه كده واسيبه 10 دقايق كده في الخليط ده يتجانسوا كده مع بعض، وبعد كده نشطفه شطفه حلوه كده. وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. هنا بعد ما رجعنا شايفين ما شاء الله السمك بقى لونه عامل ازاي لما نقعناه في الخليط. تمام. هنشوف هنعمل ايه. هنا هندبل السمك بتتبيله حلوه قوي. حطيت معلقه كزبره جافه، السمك بيحب الكزبره جدا يعني، وكمون. وحطيت معلقه كمون. احط نص معلقه فلفل اسود، انا بقلل من الفلفل بس عشان المعده طبعا. نص معلقه بس فلفل، لو مش حابه تحطي فلفل خالص مش مشكله. ومعلقه توم باودر. تمام. واحط برضو ايه نص معلقه كركم، نص بس كده واحط الملح على حسب كميه السمك. احط رشه ملح كده او معلقه ملح كده حلوه ونقلب السمك كده في التوابل عشان يتجانسوا مع بعض. بس قبل ما نقلبهم هنجيب الليمونتين، حطيت عليهم عصير ليمونتين، عملتهم قصادكم. في بذرة وقعت بشيلها، عصير ليمونتين هعصرهم. تمام كده. لو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي وخليكي معايا لاخر الفيديو، في خلطات كده حلوة كمان هنعملها فيه. التتبيلة بتاعت دي اللي احنا هنعفر بالسمك. تمام كده. نعصر بقية الليمون. هنقلب بقى الخليط ده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. لو لسه ما اشتركتيش اشتركي في القناة وقولي لي بتابعيني من انهي بلد، قولي ايه رأيك في صفحتي والاكلات اللي بنزلها. انا بقى انزل اكل على قد الايد. نقلبه كده تقليبه حلوة، وبعد ما نقلبه هنسيبه يتجانس كده مع التوابل لغايه ما نحضر بقيه الحاجه. هنا معايا كميه دقيق كده في البوله، هنا هاخد منه كده نص او اكتر من نص، بس انا هزود الدقيق تاني يعني. هزود كده اهو، خدت منه كده شويه في طبق واخلي الباقي في البوله. هقولك هعمل ايه اللي في الطبق وايه اللي في البوله. هنا اللي في الطبق ده هحطش عليه معلقتين بقسماط كبار، وهحطش عليه كمان معلقتين نشا. النشا بتخلي لك السمك مقرمش من بره جدا. تمام. وهنحط عليه نفس التوابل اللي احنا حطيناها على السمك بس بكمية قليلة شوية. هنحط نفس التوابل يعني الكركم والكمون والكزبرة والثوم البودر ورشة ملح على الدقيق. تمام. انا بحط معاكم التوابل اهو، رشة ملح بسيطة. هنقلب الخليط ده ونركنه كده على جنب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وهقول لك الدقيق اللي انا حطيته في البوله ده هنعمل فيه ايه. خليكي معانا ونشوف هنعمل ايه فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. جبنا هنا كوبايه ميه معانا، ونفس التوابل برضو اللي انا حطيتها على الدقيق هحط برضو بحاجات بسيطه جدا كده، ربع معلقه من كل حاجه او رشه بسيطه كده على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. حاجات بسيطه كده على الدقيق برضو كده، نعفره كده بالتوابل. تمام. هنقلب الدقيق ده كده تقليبه حلوه.
رشة ملح بسيطة اهي. اروح حتى مية عليه واقلبه، واقعد بس اقلب طبعا الدقيق الاول في الخليط اللي انا حطيته. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو هنا عملنا الخليط الجاف والسمك متبلينه، ولا الخليط ده اللي احنا هنعمله بالمية. هنحط بقى كمية المية على حسب كمية الدقيق. هنقعد نحط كده في مية ونقلب، نحط في مية ونقلب على حسب كمية الدقيق اللي انت هتعمليها. خلي العجينة ديت بسمك اخف من الكيكة شوية. شايفة الكيكة بتعمليها ازاي؟ اخف من الكيكة شوية، وهقعد اقلب واوريك العجينة عايزينها ايه ازاي. اهي احنا رجعنا اهو بعد ما حطيت كمية المية عايزاها كده يعني. بصي العجينة بمسكها برفعها متماسكة على المعلقة ازاي. تمام كده. هنرجع هنا نشتغل. هنا معانا السمك اهو، وادي الخليط السايل والخليط الجاف، وادي السمك. هنيجي نحط بقى السمكية هنا في الخليط ده ونقلبها كده ونخليها ايه تشرب من العجينة دي. تشتغلي بايدك، تشتغلي بمعلقة، اي حاجة زي ما انت عايزة. اروح شايلاها كده، اصفي بس منها العجين شوية يعني، ما اشيلهاش بالعجين جامد قوي كده اروح حطها في الدقيق، لا. بص انا بنفضها اهو، واروح حطها في الدقيق وارش بقى عليها بالدقيق كده، وبايدي هضغط عليها الوقت. طبعا الدقيق ده عليه بصمات وعليه النشا وعليه التوابل. النشا بتديله قرمشه، والبصمات بتديله كده في حاجه جميله شكلا حلوا يعني. مع الدقيق مع البصمات بتديله شكل جميل جدا. هنفضها كده من الدقيق واحطها في الصينيه جنبي اهو، ونعمل غيرها بس كده. اهي شايفين هتبقى كده. هنعمل كمان واحده. انا في حتت مقطعاها 2 وحتت سايباها كبيره زي ما هي يعني، على حسب ما انت عايزه يعني. والسمك ده والله الكيلو في طالع كميه كبيره، بشوف قد ايه الكيلو ومش غالي يعني. بس تغيري كده من مطبخك، وطبعا كده ما تعملي الحاجه بايدك بتبقي فرحانه انك تطلع الحاجه حلوه من ايدك يعني. وكل اللي شافوه يعني وكل اللي داق منه قالوا لي، كانوا مفكرين حط عليه بيض كمان. قلت لهم لا، ما فيش بيض عليه طبعا، ده الكركم اللي بيديله اللون الاصفر ده. وطعم طبعا الكركم مفيد ومغذي. هنعمل الكميه كده كلها ونرجع. هنا حطيت الطاسه على النار، حطيت فيها زيت، والزيت سخن زي ما انتم شايفين كده. وهنزل كده ايه، طبعا ما يكونش سخن جدا، مش تحطش في السمكه والزيت سخن جدا هتروح واخده وش وقلب السمكه تبقى نيه من جوه، لا. سخن يعني مش بالطريقه دي يعني، سخن بسيط كده. تمام. وعلى نار هاديه جدا، نار وسط يعني، مش معليه النار. العين صغيره بس معلياه عشان العين صغيره. تحطي على نار وسط كده عليها، والزيت يكون سخن، وتروحي حاطه السمكيه هنا كده. لسه ما قلبتهاش وخدت لون جميل جدا. هنقلبها معاكم ونطلعها. شايفين ما شاء الله مقرمشه من بره وطريه كده من جوه وجميله جدا اهو. هنكمل الكميه كلها. انا حاطه منجيل هنا، منجيل مطبخ على الطبق. هنكمل الكميه كلها بالطريقه دي ونرجع نوريها لكم. هنا خلصنا اهي ما شاء الله. ده كان يعني نص الكيلو ده، ما عملناش الكيلو كله، لقيته كتير ما رضيتش اعمله كله. شايفه قد ايه الطبق، قد ايه مليان من نص كيلو سمك. صراحه جميل جدا. عملت جنبيه رز صياديه بالجزر والفلفل والطماطم، وسلطه الطماطم خضراء ما شاء الله. شايفه كان نفسي تسمعي الصوت الاصلي. اقول سلام عليكم.